بيدخل أي فرح في شبين الكوم أو براها بيقلب الفرح، بيكون ليه استقبال خاص لأنه بيدخل برجالته، وعشان كده بيخطف الكاميرا دايما. بيكون لابس جلابية مظبوطة ظابطة وتمنها مش أقل من 3000 جنيه، ده غير التحية بتاعة العرسان اللي بتكون بالآلاف. الحاج محمد وصال راجل ابن بلد، ومش بس عمدة شبين الكوم في محافظة المنوفية، ده كمان رئيس لجنة شبين الكوم والباجور في نقابة السواقين. الراجل ده مشهور بكرمه وحبه للناس، وكل الأهالي بتروح له عشان يحل مشاكلهم. تعالوا نعرف أكتر في الفيديو ده عن الحاج محمد وصال، أشهر راجل أعمال في المنوفية، واللي كل الناس هناك بتحبه من كتر ما بيقف معاهم في فرحهم وحزنهم ومشاكلهم. فيلا بينا. واحد من أشهر الشخصيات في مركز شبين الكوم في محافظة المنوفية هو الحاج محمد وصال، عمدة شبين الكوم. الراجل ده مش عمدة وخلاص، ده كمان رئيس لجنة شبين الكوم والباجور في نقابة السواقين، يعني راجل ليه تقله ومكانته بين الناس، وكلمته مسموعة وصيته واصل لآخر الدنيا. الحاج محمد وصال بقى مشهور بين الناس بكرمه وطيبة قلبه، وصاحب الكل وبيقف جنب كل الناس. عشان كده تلاقي الكبير قبل الصغير هناك بيحبه ويحترمه ويسمع كلامه. وعشان الشياكة دي مش حاجة على الهامش كده وامر ضروري، فهتلاقي الحاج محمد وصال بيلبس الجلابيه مظبوطه بالملي عليه، بالبلدي ما فيهاش غلطه. عشان كده المتابعين ليه قالوا ان اقل جلابيه عنده ثمنها مش اقل من 3000 جنيه، يعني الراجل مش بيبخل على نفسه، وطبعا مش بيبخل على الناس. لما بينزل بقى اي فرح بيعمل قلبان، لانه بيكون داخل برجالته وبيكون ليه استقبال خاص، وهو طبعا عمده ومعلم، وعشان كده لازم يثبت حضوره، وتلاقيه بينقط ويصرف بالالوفات، نوع من الكرم على الناس. مش بس كده، ده كمان صاحب واجب من الدرجة الأولى، ما بيسيبش فرح ولا عزا إلا لما يقف مع أهله ويطمن عليهم. الناس كلها بتحبه عشان كده، عشان حاسين إنه واحد منهم وبيهتم بيهم. الحاج محمد وصال مش بس مشهور بكرمه، ده كمان معروف إنه بيعمل جلسات عرفية بين الناس، يعني لو في خلاف بين عيلتين أو ناس من البلد بيروح له عشان يحل المشكلة، والناس بتثق فيه وفي حكمه، وعشان كده بيروحوا له. تخيلوا بقى الراجل ده ماشي في شوارع شبين الكوم، كل شوية حد يسلم عليه ويدعي له. الناس بتحبه عشان حاسين إنه قريب منهم وإنه مش بيتعالى عليهم. ومش بس في شبين الكوم، ده حتى في الباجور الناس بتعرفه وبتحترمه. عشان كده هو رئيس لجنة المنطقتين في نقابة السواقين، يعني الراجل ليه شعبية في أكتر من مكان. الحاج محمد وصال بقى رمز للكرم والطيبة في المنطقة، الناس بتضرب بيه المثل لما حد يكون كريم أو بيساعد الناس، يقول لك ده زي الحاج محمد وصال، وكله يفهم على طول إن ده مدح كبير. وفي النهاية الحاج محمد وصال هو واحد من أكتر الشخصيات اللي بتفرق في حياة ناس كتير في شبين الكوم والباجور. راجل عرف يكسب قلوب الناس بكرمه وطيبته، وخلى الناس تحس إنه قريب منهم، ومهما كانت الآراء حواليه هيفضل شخصية مهمة في تاريخ المنطقة.